اي فريق من غير جمهور هو عربيه من غير بنزين. عربيه من غير بنزين. جمهور هو الدافع القوي لاي فريق عشان البطولات. احنا بنبدا مرحله جديده. الاستثمارات دي اللي في ايديكم دي على مستوى كل انديه مصر. اي حد يقول لكم يا جماعه الاستثمار دي هتروح الامن، ده كلام كذب. وهجربه. هتاخد استثماره وهتاخد المره دي دعوه، هتطلع هتخش مجانا. لو حد اتعرض لك يبقى تعالى قول يا جماعه في راجل رئيس نادي بلغ فينا الامن. تمام؟ الكلام ده ما تسمعوش كلام ده ناس المشاغبين اللي عايزين يعملوا مشاكل. ثواني يا جدعان نسمع يا جدعان. اصغر مشجع زملكاوي هيخش المدرج هيطلع لكم كارنيهات زي كارنيه العضويه بالظبط. زي الكارنيه ده زي ده بالظبط هيبقى معاك. بدايه تشتري التذكره بتاعتك. هنعمل لكم هنا مكتب لشؤون الجماهير. حد من الجمهور عنده مشكله مع الامن يقول لنا حلها. ممكن ياخد اكتر من تذكره؟ لا تذكره. قصه الجماعه دي انتهت. يا اخي اسمع النبي من فضلك نكمل وبعدين يبقى اتحاد الكره ضدك وانت الاول. فك بقى العقده دي بقى يا اخي، ده انت الاول. واحد كان لاقي. المهم ادي واحد. خش النهارده انا قلت وعدتكم هتخشوا مجانا. ما عنديش مسمى. ده التراس، ده وايت نايز، ده زملكاوي عادي. لا انا عايز اسمه جمهور الزمالك. اسمه ايه؟ جمهور الزمالك. يطلع بقى وايت، يطلع بلاك، يطلع زي ما يطلع، اسمه جمهور ايه؟ الزمالك. الله اكبر. هتخش المدرج لما تحس ان حد داخل عشان يبوظ الماتش. يبوظوا يعني ايه؟ اللائحه احنا عاملينها، انا اللي عاملها على فكره. لائحه العقوبات انا اللي عاملها، انا اللي عديتها واتحاد الكوره وافق عليها. مفيش عقوبه على النادي دلوقتي غرامات والكلام ده. في حرمان للجمهور 3 مطوشه من الحضور و6 مطوشه من الحضور. اذا كنتوا عايزين تكملوا الدوري معانا وتبقوا دافع، يعني انا بقول لكم الزمالك الاول في الجزء الاولاني من الدوري من غير جمهور. نفسي وفرق 11 بونت بينه وبين الاهلي. نفسي الدور الثاني بالجمهور يبقى فرق 20 25 بونت. اسمع ثانية حكم غلط في الملعب مالكوش دعوة بيه. تاني حكم في الملعب حسيت انه ظلم فريقك اوعى تسيبه، سيبهولي انا. بعرف اخد حق الزمالك كويس. طب وانت بتشوف محمود عاشور دلوقتي؟ كابتن انت بتشوف محمود عاشور؟ سكران خلاص السكران ده تاني مره يا يا جماعه لو اتكلمنا مش هنسمع بعض. اسمع مش انا بقول لك انت الاول في الدور الاولاني من غير جمهور. خلاص؟ الدور الثاني المفروض بالجمهور مش فرق 11 فرق 20 ان شاء الله. خلاص ادي واحد. ثانيه واحده. اثنين بقول لك لما الحكم يظلمك مالكش دعوه. ما تشتموش لانك هتشتم الحكم الماتش اللي بعديه واللي بعديه مش هتحضر الماتش. يبقى اتحرمت انت. احنا قاعدين وفايقين وواعيين. سيبك من السكران ده راجل سكران سيبك منه. وفي لغه تاني مره يا كابتن مش مشكله. تمام؟ سيبوا مجلس الاداره وتشوفين مجلس اداره قوي ومحترم وكل البرامج حتى الزملكاويه تاني حتى الزملكاويه بيطلعوا للاسف الشديد يقعد يقول لك ايه اصل الحكام بيورثوا للزمالك. لا هو الاهلي اللي وحش. هو اللي وحش مش يعني يا جماعه مفيش حكم. طب ما انا عندي ماتش انبي جونين اتلغوا وخلاص قصه خلصت. تمام؟ يا فين من فضلك. فاحنا عايزين بس واحد التزام في الموضوع. اثنين لما تلاقي حد مشاغب وداخل عشان يشتم الشرطه او الجيش او الحكم او اللعيبه او الفريق المنافس. يعني انا مالي انا ومال صالح سليم ووالده صالح سليم. يعني راجل توفى ووالدته ليه تهينه؟ ليه تشتمه؟ ليه تشتم رئيس نادي الاهلي؟ حتى لو انا اتشتمت في النادي الاهلي عشان اوري الفرق. حتى انا مرتضى وبتشتم في التدريب بتاعه. اوري الفرق بين النادي اللي فعلا قيم واخلاق والنادي اللي عندهم سباب. ها ثانيه واحده اسمعك بالاخر ومكملين. مش عايز اسمع شتيمه لحد في مجلس اداره الاهلي ولا لصالح سليم الله يرحمه. ده راجل ليه تاريخ محترم وراجل من اللعيبه ورئيس نادي محترم. يا ريت صالح سليم كان موجود دلوقتي ما كناش شفنا اللي احنا بنشوفه دلوقتي. فيا جماعه من فضلكم من فضلكم عشان نبقى متفقين. شجع فريقك افرح وغني ويجيب جون شجعه يجيب الثاني
يجيب الثاني يشجعه، يجيب الثالث، جه في جول ما تزعلش، شجع. وبعدين الموضه انك تشجع ومدي ظهرك الملعب دي مش عايز اشوفها. يعني ايه؟ انا مش فاهم انت تشجع ولا جاي تعمل عمليه بواسير؟ شجع. يعني انت راجل بتدي ظهرك ليه؟ انا كلام عايز اشوف وشك، عايز اشم نفسك، انما مدي ظهري الملعب. الفريق يجي فيه جون تغني، الفريق بتاعك يجيب جون تشتم. وايه اللي حصل يا جماعه؟ هو التشجيع بقى معكوس. اقعد شجع فريقك لغايه الدقيقه 90 وان شاء الله عندك فريق محترم، عندك جهاز فني محترم. الراجل احسن مدرب اجنبي في مصر هو جاي بكره ان شاء الله، ويا ريت تروحوا تستقبلوه في المطار. يوصل الساعه 7. ثانية واحدة يا جماعة هقول لك. خلاص لا شيكابالا هيجي بالهتاف ولا محمد ابراهيم هيجي بالهتاف. الهتاف ما بيجيبش لعيبة. اسمع، ده دماغ. المدرب اللي جاي بكره اللي بيتهاجم يقول لك عنده 68 سنة. انا مش جايبه اتجوز، مش بدور على العروسه. صح والله. اولا جايب مدرب لياقه بدنيه، احسن مدرب لياقه بدنيه في البرتغال. ادي واحد. اثنين، المساعد بتاعه كان مدير المنتخب الاولمبي السوري، شوف بقى قيمته قد ايه. فاحنا جايبين مدرب على مستوى عالي، وده مش تقليل من محمد صلاح. لكن احنا جمهورنا زي ما هو بيوافق بيبلع الحكام الاجانب، بيبلع المدربين الاجانب. كلام واضح. انت عندنا 30 لاعب من احسن اللعيبه موجودين في مصر. ان شاء الله ياخدوا باذن الله الدوري والكاس وافريقيا بامر الله. والطايره الحمد لله الاولى برضه والحمد لله. كله تمام، كله تمام. انا بس بطلب منكم تاني. اللي عايز اولا يروح، هنتكلم عن شيكابالا ومحمد. اللي عايز يروح يستقبل الراجل في المطار الساعه 7 مطار القاهره. هم بالليل بكره ان شاء الله بالليل. محمد ابراهيم مشكلته خلصت الحمد لله. البطاقه الدوليه جت، هو بقى يشوف نادي عربي لان هنا القيد قفل. ان شاء الله محمد ابراهيم اكمل كلام يا روح الاتحاد. يا جدعان الصوت مش عارف انتوا بتهربوا ولا. شيكابالا احمد مرتضى النهارده كان مجتمع هو امير مرتضى وهاني زاده مع رئيس النادي. امبارح اجتمعوا معنا رئيس نادي رئيس النادي طالب حوالي 5-6 مليون دولار. تمام. احنا هنجيب شيكابالا زي ما عملنا مع محمد ابراهيم. اولا ده درس لشيكابالا، وكل واحد يهمل في الموهبه اللي ربنا مديها له. صح. تمام. وما عنديش لاعب هيزيد على 2 مليون جنيه تاني، خلصت. شيكابالا ياخد 9 وابراهيم صلاح ياخد 300,000. ده كلام انتهى من زمان. عايزين حب بين اللعيبه يبقى كلهم لما يخلص يا جماعه لو سمحت واحده الناس فينا سد المستشار. شيكابالا فلوس محمد ابراهيم هتتقسم مستحقات هو اللي هيدفعها. شيكابالا اتفق معانا بس يبعد عنه وكيله سمير عبد التواب. بعد من ساعه سمير عبد التواب نزل على شيكابالا والنحس راكب الوقت. والنحس راكب. لا يا ريس بس هو اضافه زي ما قالكش حاجه. من ساعه ما دخل النادي الاهلي مش عارف يكسب. النادي جاله الفقر هنوزع دلوقتي عليكم الدعاوي. هنستلم منكم الاستمارات الاول. الاستمارات فين؟ كله لسه عبد الشافي. شوفوا يا جماعه شافعي عندنا في السعوديه. عشان بعد كده لو حصل شغب او شتيمه لحد في المدرجات ومنعتكم ما حدش يقول منعنا. خلاص؟ عبد الشافي ما يتباعش عبد الشافي. عبد الشافي يا ريس يتباع كابتن وتيجي مكانه فلوس حتى استثمر. لو خلصنا موضوع المول يا جماعه نسمع بعض. اسمع. سيادة اللواء علاء مالك. ثانية واحدة. اسمعوا يا رجالة. سيادة اللواء علاء مالك هيوزع عليكم التذاكر أو التحول مجانا. خلاص؟ وزملائكم بكرة إن شاء الله بعد الصلاة
ان شاء الله. يجوا ياخدوا بقيه الدعاوي. كابتن دلوقتي هتاخدوا الموجودين هياخدوا كل واحد دعوته، وتخشوا تفرحوا بفريقكم ان شاء الله يوم الاحد، وبكره بعد الصلاه ان شاء الله باذن الله هتاخدوا بقيه الدعاوي ان شاء الله. باذن الله. يعني بالعربي سياده المستشار ثواني. ثانيه واحده، كل واحد يا جماعه سؤال كويس. كل واحد عمل استماره، هيجيب 4 صور عشان هيستلم كارنيه، بالكارنيه ده هتشتري التذكره. امتى بقى؟ امتى نجيب الصورة يا كابتن؟ اي وقت هات هنعمل هنا. بص هتبقى في اوضه هنا. اسمع هتبقى في اوضه هنا اسمع ليها شباك من بره. حضرتك هتديله الكارنيه هتاخد تذكره. كلام واضح؟ واضح. بعد امتى؟ بعد امتى؟ اعتقد اتحاد الشرطه تقريبا او الجيش. طلع الجيش. خلاص؟ اي سؤال اي استفسار؟ دلوقتي لا مش هتخلص من لازم هم اللي لا كل واحد بكارنيه. لا بيع، اسمع بس، ما عادش بيع يا جماعه، خلاص القصه دي بقى دماغي وجعتني بقى. لا انا قصدي ونقعد نتجمع دول هنا في المدرج ده والمدرج ده. كارنيهات. لا كل واحد بكارنيه. اللي معهوش كارنيه خلاص. كل سنه وانتم طيبين.